السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. كبر كبر وخاوتي، النار راه ما يطفيها غير تكبيرات ربي سبحانه والعتاد والدولة كتدخل. الأخبار العاجلة هذه اللي وصلتنا رقدنا الليل نضنا على الحرائق اللي في بجاية أولا وجيجل وسكيكدا وفي 6 ولايات، حتى تيبازا حتى بومرداس، حتى وصلت حتى يعني الولايات أخرى. المهم 6 ولايات تقريبا ولا أكثر. وراهي كما نقولوا حنا في واحد الانتشار سريع، خاصة مع ارتفاع الشديد وموجة الحر الشديدة اللي قلت لكم راهي موجة الحر هذه ماهيش يعني طبيعية وماهيش نورمال. خلاص احنا كي توصل عندنا يعني فايته 60 درجة ما بقاتش، خلاص ما بقاتش. يعني هذيك تشوف فيها الارقام اللي قلت لكم عليها قبل راه ماهيش حقيقية، ماهيش 40 وماهيش، راهي فايته تاع الصحراء. احنا عندنا شوفوا انتم في الشمال وفي الساحل راهم 47 وكذا. انا كنت تتخيلوا عندنا احنا اللي مالفين تجي عندنا 50 كيوالو يعني. المهم الضحايا والمتوفين احنا نقولوا شهداء عند ربي سبحانه ولا نزكيهم عند ربي، اللي هما تقريبا لما اعتقد 15 ولا و26 مصاب. واكثر عائلات باكملها كما مثال هي الاكثر في ولايه بجايه. ثم انتشرت، اسمحوا لي، انتشرت حداها في ولايه جيجل، لانه جيجل لا يحظى بجايه. زيامة منصورية، وين زيامة منصورية؟ راهي في ولاية جيجل. كنت نشوف في فيديوهات انه ممنوع لي برك اني نبارطاجيهم معاكم هنا يتحذفوا. الفيديوهات هذوك في زيامة منصورية. تعرفوا زيامة منصورية هي كانت في راهي في ولاية جيجل. ولاية جيجل هذه زيامة منصورية جاي في الجبل تقريبا، هي ما بينها وما بين بجاية. ضرت بزاف، وحتى اللي كانوا يحوسوا تما راهم منعوهم رجعوهم يعني. كاين إخلاء جماعي من طرف الدولة، من طرف الحماية، من طرف السلطات، من طرف كذا للوافدين. ولي حسرتهم النيران راهم يخرجوا فيهم. ان شاء الله تكون سلامات ان شاء الله. وحنا نقولوا انه اللي راهم جايين ممكن يقولك نحوس وكذا كذا، غير يرجعوا من الطريق، لانه الدنيا راهي شاعله مالا وسيركيلاسيون. الدنيا مقفوله، ما كلاه تجو وما كلاه تعبوا رواحكم اصلا. تاع زيارة منصورية كنت نشوف في فيديو والله العظيم غير يعني عائلات كانوا يرجعوا فيهم من الطريق. سبحان الله، يخرجوا فيهم وينقضوا في الأرواح بالولاد وكل شيء. يعني كتشوف حالة كيما هكا، أولا تدعي ربي سبحانه بالرحمة تنزل على المتوفين والشهداء والضحايا. ثاني شيء كما نقول احنا نضامنوا في الوقت الصعيب هذا ما بين الشعب الجزائري بالامكانيات كذا، ولكن نحملوا الدوله المسؤوليه، هي لازم تدخل. وراها الطائرات اللي العام اللي فات كنا نقولوا اقتناء طائرات وكذا، وراها متطوره وما على باليش. احنا معرضه، الدوله تاعنا فيها غطاء نباتي كثيف على الساحل، وبالتالي معرضه للحرائق في ارتفاع الشديد لدرجه الحراره هذه. وبالتالي انه لازمنا نتكافوا. الشيء الثاني انه كل واحد عنده اسر في المناطق هذه يسقسي عليهم، ماناش عارفين الدنيا من الموت من الحياة. المهم يسقسي عليهم ويطمن عليهم، ولازم يساعدهم بالشيء اللي يقدر انه يرجعهم وكذا امنين سالمين ان شاء الله. ثالث شيء انه في المناطق تاع الولايات هذه تضامنوا مع بعضكم، راكم يد واحدة وخوت وخاوة، لازم تتضامنوا مع بعضكم. الشيء الثالث اللي راهم رايحين او تسمع بواحد راهو رايح، من الافضل ومن الضروري والواجب عليك انك تنبهه، بلاك ما شافش، بلاك ما على بالوش، خاصه كيما احنا هكا في الجنوب، ممكن ما شافش الاخبار، ممكن ما على بالوش. لازم تنبهه بانه لازم يرجع. ما كانش من هذه يروح، تمنعه لاش تاب القوه انه يروح، وتوعيه وتوريه فيديوهات اكيد حيفهم. المهم احنا نقول ربي يحمي بلادنا ويحمي ولادنا ويحمي غاباتنا، يحمي الغطاء النباتي تاعنا، الحيوان والنبات والإنسان، الحيوانات، المركبات، الدنيا كل شحلت.
ربي يستر. في ايضا تحيه للدوله تاعنا، مهما كان راهي قايمه، نشوفوا في الحمايه وتشوفوا في يعني في السلطات راهي واقفه، يعني ماهيش متخليه ولا كذا. ممكن انه الحرائق راهي بشكل كبير ماشي كما تصوروه نتوما، كل واحد يشوف المنطقه تاعو هو برك في الجبل اللي حداه، ولكن راهي جبال كل شاعله. تخيلوا نتوما مئات الكيلومترات كامله شاعله، ماشي بالسهل باش نطفوها يعني في فتره وجيزه. المهم نتوما الحذر تاعكم، اذا كنت قريب من جبل وكذا لازم تبليغ ثم التبليغ ثم التبليغ. لازم تكون عندنا الثقافه هذه تاع التعاون والحس الجماعي هذا، ماشي قال اختي تخطي راسي ونسلك راسي فقط، لا لا، لازم تكون عندنا انه كامل نتعاونوا وكامل نكونوا يد واحده في هذا المأزق هذا. وهذه كما نقول احنا ابتداءات من عند ربي سبحانه. انا مانيش حندخل ونقول لكم مفتعله ماهيش مفتعله، هذيك ما بينهم وبين ربي، ولا اذا كان صح ولا خطا. انا نشوف الواقع ونشوف الحاجه اللي راهي شاعله والدنيا اللي راهي شاعله، راكم تشوفوا في الصور والله غير القلب يعني يتحرق. واش حنقول لكم نقولوا انه ربي يرحم، نعاودوا ربي يرحم الضحايا واللي سقطوا في الحرائق هذه. وحنا نعرفوا باللي راه ربي وعدهم بالجنه ان شاء الله، ولا نزكيهم عند الله، ولكن هذا قول ربي سبحانه، وعد ربي سبحانه. الحريق والغريق والمراه عن النافس اذا توفت يعني ورحمها ربي، يعني كاين هكا شروط وربي حاسبهم ووعدهم بالجنة إن شاء الله. كما راكم تشوفوا احنا نقولوا بلادنا كبيرة طول وعرض، يصعب التحكم يعني في حريق، ماهوش حريق ولا 2 ولا 3، راهم ولايات كاملة متصلة ببعضها، وحريق صعيب مع الرياح هذيك السخنة هذيك الساخنة هذيك، مع الغطاء النباتي الكثيف جدا. احنا المهم نتعاونوا كامل، وحتى بالتبليغ، حتى تنبه العائله تاعك، تنبه واحد عزيز عليك، تطمن عليه اذا سمعت بلي راه مثال راح الجيجل ولا بجايه ولا كذا، قال تيبازا بو مرداس البلايص هذو تاع الساحل هذو سكي كذا كما، طمن، هز التليفون طمن عليه لاباس مش لاباس. اذا كان يحتاج مساعده ما تبخلش، بلغ السلطات يروحوا ليه اذا كان في منطقه معزوله ولا كذا وما عرفش فاش يبلغ. ثم المهم تطمنوا. هذا هما. وفي التعليقات ان شاء الله ماذا بيا كامل نترحموا على اللي ماتوا الضحايا، وما نساوش تاع من راس ايضا حتى هما ثاني. انا وين يكون يعني هيك كاين ضحايا ولا كذا لازم ندير منشور، ماشي على جال قناه، ماشي على والو، على جال فقط تعليقات هذيك وين يترحموا على الشهداء نتاعنا، على الاقل نكسبوا الاجر ان شاء الله، ندوا الاجر معاهم ونترحموا عليهم، توصلهم الرحمه تاعنا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.